يا صباح الخير. النهاردة هعمل معاكم سمكة الدنيس بالزيت والليمون. وصفة سهلة جدا ما بتاخدش اي وقت ولا مجهود، بمقادير سهلة جدا. تقدروا تستخدموا اي نوع غير سمكة الدنيس، اي نوع متوفر عندكم الوصفة دي هتظبط معاه. انا مجرباها مع كذا نوع سمك وكانت جميلة جدا، بس المرة دي انا عملتها بالدنيس. دي كزبرة خضرة، ليمون كتير وتوم كتير، فلفل اخضر، ده كرفس مجفف. طبعا يمكن استبداله بكرفس اخضر وهيكون احسن بكتير وهيدي نتيجة احسن، بس انا ما كانش متوفر عندي. دلوقتي هبتدي اقطع الحاجات دي بشكل اقدر بيها احطه في المفرمة او في الكبة او في الهون. تقدروا تستخدموا اي طريقة تحبوها. انا بحب استخدم المفرمة بتاعة الخلاط. زي ما انتوا شايفين كده، طريقة سهلة جدا ما بتاخدش اي وقت ولا مجهود. دي المطحنة اللي بتيجي مع الخلاط، انا بحب استخدمها علشان بتديني خليط ناعم. بس طبعا زي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا الكبة، الهون. ده عصير الليمون والثوم. وده الكرفس المجفف. ده كمون، كزبرة ناشفة، ملح. ودول 3 معالق زيت زيتون. تقدروا تستخدموا اي زيت نباتي، بس زيت الزيتون بيديلها تيست حلو. دي بقى بصلاية هستخدمها في حشوة السمك. هنقطعها مكعبات بأي شكل تحبوه، هنحشي بيها بس السمك. ده الخليط اللي هتبل بيه السمك. هبتدي اعمل شقوق في السمك كده علشان الخلطة. ودي صينية فيها ورقة زبدة، تقدروا تستغنوا عن ورقة الزبدة، بس هتعملوا مسحة زيت بس علشان السمكة متلزقش. هتبل السمكة من كل الجهات. تقدروا تسيبوها في التتبيلة دي اقصى حاجة 10 دقايق، ما تسيبوهاش اكتر من كده. انا هشتغل فيها على طول، ما سبتهاش خالص. دلوقتي بقى هحشي السمكة بالبصل اللي احنا قطعناه. تقدروا كمان تستخدموا فلفل الوان، بيبقى حلو جدا.
دي شرايح ليمون علشان بس الشكل، مش هتفرق في الطعم خالص. هشغل الفرن عندي على درجة حرارة 200 في رف أوسط. هسيبها لمدة تلت ساعة، بعدين هنفتح عليها هنلاقيها بقت بالجمال ده. زي ما انتوا شايفين السمكة ناشفة ومستوية جدا. وبس كده. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم، ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس. اشوفكم في وصفة جديدة.